عسلامة. رواية اليوم محاكمة كلب للكاتب التونسي عبد الجبار العش. هو كاتب وشاعر الله يرحمه. هي محاكاة ساخرة تمثلت في محاكمة كلب. تبدأ الأحداث حين يتهم كلب بارتكاب جريمة يقوم بها إلا البشر، كالإضرار بالنظام العام أو تهديد السلم الاجتماعي وعدم طاعة الحاكم. خلال المحاكمة تتحول الجلسات إلى مسرح كبير يسقط فيه الكاتب على الشخصيات البشرية صفات الحيوان، وعلى الحيوان صفات البشري بطريقة ساخرة تهدف إلى إبراز الفساد والظلم الذي يعاني منه المجتمع، وتكشف فساد النظام وغياب العدالة. هذه المحاكمة الرمزية هي محاكمة الضعيف بلا ذنب، بينما ينفلت الأقوياء من المحاسبة. في الرواية كتب عبد الجبار العش بوجع السنين سيرته الذاتية، يختلط المتخيل بواقع حياة المؤلف وتتمازج أحداثها بسيرة ذاتية. في بحثه عن الحقيقة يطلب الكاتب مراسلته على عنوان صديقه كاتب قصته، ثم يضع عنوانا بريديا هو طبعا العنوان الحقيقي للكاتب عبد الجبار العش، الذي أنشأ موقعا إلكترونيا سماه موقع النباح الحر. يقول في هذا الموقع: أنبح في وحشة الليل فيجيبني إخوتي الكلاب فأعرف أني لست وحيدا. هذا موقع النباح الحر، موقع الكلاب الشريدة التي لا مأوى لها. هنا موقع المنبوذين والمهمشين. نص مدهش، قوي، عميق، مؤلم، ممتع. أقول عنها رواية عجيبة، قراءة ممتعة، ولا تنسوا المشاركة في القناة، وشكرا.